الحمد لله. أنا ثقتي بإخواني في الجمعية العمومية ثقة مطلقة، وبالتالي عندما حضروا واطلعوا على كل التفاصيل فموافقاتهم هي جاءت عن قناعة تامة بكل ما جدول الأعمال. أهم أنا من وجهة نظري أكو أمور في غاية الأهمية اللي تتعلق بالهيئة العامة، الفقرتين اللي تعدلت ألف وباء من المادة 26 هاي حلت لنا مشكلة كبيرة، وبالتالي أنه راح ندعي إلى اجتماع استثنائي يوم 25/5 راح يكون تمثيل الجمعية العمومية الصحيح 100%. كابتن المنتخب الوطني منتخب لا هسه لا احنا لا اخوان طبعا، بس اقول لكم شغله واحده، احنا المنتخب الوطني ما تاركي ترى ما يكون دخل بهاي كلها، لان هذا هو الشغل الشاغل لنا وهذا هو الاهم، وهذا احنا نعرف انه احنا اليوم احنا مسؤوليتنا 45 مليون عراقي، لذلك ما عايفين. لكن اكو تذكرون بعض الاجراءات اللي هي تمت بخصوص المدرب السيد كاساس. الان احنا اكو لجنه مشكله لاختيار بعد صدور قرار من الاتحاد بفك العقد. رغم هاي لان فكينا العقد انا ما راح ادخل في تفاصيل، لان احنا وجهنا اكثر من مره وبالتالي اضطرينا الى فسخ العقد. رغم هاي احنا هذا الاسبوع ان شاء الله، هذا الاسبوع راح نبدا بالتواصل لحل الامور. كابتن السيد كاساس صرح يقول انا تعرضت الحرب قذره وانا متجه للفيفا. هسه الان يا اخي من حقه هو يتجه للفيفا، ومن حقه انه احنا ايضا وين شو اسوى. الان المعركه قانونيه صارت، المعركه القانونيه هو يدلي بما عنده واحنا ندلي بما عندنا. بس انا اقول لكم شغله واحده، احنا طلبنا من عنده 3 مرات الحضور الى بغداد حتى يمارس عمله هو والكادر التدريبي، هو امتنع. كابتن عدنان سؤال مهم، هل بالفعل وصل لكم كتاب لجنه الاحتراف في مركز التسويق؟ اي وصل. لا عفوا، انا داعشي وصل كتاب رسمي من الفيفا والاتحاد الاسيوي وتم عرضه على اخواننا قراءته في للجمعيه العموميه. عدم الاحتراف؟ لا اكو فرق. شوف اولا اخوان بس خليني اعطيكم شغله واحده. كابتن لازم توضح انا شخصيا اسمعني، اولا الانديه في مشكله والكل بس اعطيني مجال اخوان. انا مع اضافه فقره مركز التسويه والتحكيم الى النظام الاساسي. انتم تعرفون ان احنا يوم ما اقرينا النظام الاساسي سنه 21 ما كان اكو مركز تسويه، وبعد هذا النظام الاساسي ما تعدل، فلذلك كل ما موجود بالنظام الاساسي هو شنو؟ هو انه انت تكمل الاجراءات الداخليه عندك في لجنه الانضباط والاستئناف، ومن بعدها وين تروح؟ الى محكمه كاس. ايضا هناك فقرات في نظام الاتحاد الدولي والاسيوي ايضا تمنع الا بالسير في هذا الاتجاه. لكن احنا حريصين جدا، انا مؤمن، انا من اكثر المؤيدين، انا شخصيا انا اكثر الناس فرحا ليس بمركز التسويه والتحكيم بل اقامه فرع لكاس في العراق. وانا بحثت حتى قبل ما اكون في الاتحاد وقبل ما اكون وزير مع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى اللي في وقتها كنا نبحث بهذا الامر حتى نسوي فرع من محكمه كاس في العراق. ولذلك الخطوات اللي قاموا بها الاخوان في المركز والتواصل مع محكمه كاس، وبالامكان انه ممكن خلال الفتره القادمه يكون عندنا فرع في محكمه كاس حتى نتجاوز بعدها شنو؟ الذهاب الى المحاكم الدوليه. يكون عندنا مركز دولي معتمد من كاس ويتماشى ويا الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي. ولذلك احنا راح طلبنا من الاتحاد الدولي انه استشارينا انه راح يكون عندنا تعديل للنظام الاساسي قريب. هل ممكن ادراج مركز التسويه والتحكيم قبل الكاس بعد اتخاذ الاجراءات الداخليه للانضباط والاستئناف؟ ننتظر الاجابه. يعني ما جاء. كابتن عدنان، سبب المشاده الكلاميه بينك وبين السيد غالب الزاملي، وايضا سبب اولا ما لا اولا اخوان ماكو اي مشاده كلاميه بيني وبين اخويا غالب. اللي صار ما يليه، احد الاخوان من الجمعيه العموميه ذكر طاري الاخوان اعضاء الاتحاد، هو دا يجاوب. قلت له ما يصير انت تجاوب، لان النظام الاساسي يمنع انه الاخوان في المكتب التنفيذي ما يصير يتداخلون، ما يصير يتناقشون في اي شيء. لذلك انا اللي جاوبت من عنده، وبالعكس اخويا يبقى اخواني في المكتب التنفيذي هم اخواني. وانا
لا كريم حمادي لأنه تأخر عنده ظرف، بالعكس كان الرجل إيجابي وممتاز. كوفد عبد الخالق يقول التصويت على 120 وفق الترتيب الحالي الموسم الحالي من الموسم الماضي. لا ماكو. أولا النظام الأساسي إخوان، النظام الأساسي واضح، راح يكون 20 الموسم الحالي حتى دعوة الجمعية العمومية القادمة. واضح. المؤخرة هي تجميد أو إقالة أعضاء. ماكو. ما سويتوها. اولا احنا مو في وارد انه الان ندخل في اي مشكله اخوان. احنا الان مقبلين على مهمه، ومهمه وطنيه كبرى، هي مباراتين المنتخب الوطني امام كوريا وامام الاردن. لذلك اتمنى، وانا قلت لكم ذاك اليوم ايضا، اتمنى من عندكم اخواني جميعا التزام الهدوء في كل شيء. مو انتم وكل اخواني الاخرين، ان كانوا في المكتب التنفيذي، ان كان في الجمعيه العموميه، ان كان الاخوه الاعلاميين، ان كان مواقع التواصل الاجتماعي، كلها لازم نهيئ الظروف الصحيه لعمل المنتخب للدخول في هذه المباراه. رجاء اترجاكم رجاء. شوف اخوان، كوفد عبد الخالق يقول قبل الاجتماع قبل نص ساعه: والله ثقلكم لن يدوم الا 24 ساعه. اذا هذا من حقه يتكلم. اولا كوفد عبد الخالق واي شخص من حقه يتكلم. الان احنا في عهده قانون، اكو قانون واكو اتحاد دولي واكو اتحاد اسيوي واكو هنا نظام. فاذا هو عنده حق ياخذه من عندنا ضمن الاطر القانونيه الصحيحه، احنا ما عندنا مشكله، احنا نلتزم. احنا ناس مو ضد احد ولا ضد وطن ولا ضد اي مؤسسه. راح اقول لكم شغله واحده، انا اكثر الناس ايمانا وثقه ودعما لكل مؤسساتي الداخليه. يعني اذا اسمعوني، اذا انا ما احترمت او ما استجابيت الى هذا بالشكل الصحيح، فبما معنى انه انا دا اضرب مؤسساتي كمؤسسات دوله. ولذلك انا قلت لكم، قلت لهم انا ذهبت بالسؤال لاضافه بالتعديل اللي 25/5 نضيف مركز التسويه والتحكيم حتى بعد يصير اذا وافقوا الاتحاد الدولي. اتحاد الكره سيحل؟ منو؟ اتحاد الكره سيحل؟ لا احمد خلاص. مركز التسوية قام العراق. اولا انت اللي تتكلم بالحال. اولا هاي اذا اكو احد مشتكي ضمن الاطر القانونيه الصحيحه راح تروح صحيح، اما اذا ما مشتكي ضمن الاطر القانونيه الصحيحه فما راح تمشي لا حل ولا غير. اطمئنوا الاتحاد مستمر ان شاء الله في عمله، والمنتخب لازم نهيئ له كل الظروف الايجابيه لنجاحها. والان رجال انتوا وكل من يحب العراق خلاص فتره صمت وهدوء. ما انتوا وانا منكم يا ابو، ما انا منكم، انا داعشي، انا منكم، انا اخواني، انا واحد من عندكم. وانا وجهت هاي الرساله علما في اجتماعي الى كل الاخوه، ان كان مكتب تنفيذي، ان كان جمعيه عموميه، ان كان حكومه على مستوى الدوله، ان كان على مستوى الجماهير، كلها وجهت لها دعوه. خلاص اخوان، عندنا 45 يوم شوفونا.